بالفيديو أول ظهور وتصريح لنجم الراي الشيخ ماميدو بعد وفاة صديقه المغني محمد بوسماحة، يذرف الدموع ويعلن اعتزاله رسميا، ويكشف مفاجأة لأول مرة ستهز قلوب الجزائريين. شاهد ماذا قال. ولكن قبل البدء نطلب منك الضغط إعجاب لهذا الفيديو والترحم على أخونا محمد بوسماحة رحمه الله في هذا اليوم. أعلن صباح اليوم عن وفاة الفنان ونجم أغنية الراي محمد بوسماحة بالأراضي البلجيكية، وذلك إثر حادث مروري مروع كان قد أودى قبل ذلك بقليل بمرافقه الموزع الموسيقي المعروف باسم أمين لا كولومب، وكان هذا الأخير قد لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما نقل محمد بوسماحة على جناح السرعة إلى مصلحة الإنعاش بأحد المستشفيات القريبة قبل أن يستسلم لجراحه صباح اليوم. لكن ما هز الجزائريين وهو تصريح الشيخ ماميدو قبل قليل، حيث صرح قائلا: لقد شعرت بصدمة كبيرة بعد وفاة صديقي ورفيق دربي محمد بوسماحة، فهو كان إنسان ذو أخلاق عالية جدا ويحب عمل الخير، وكنا دائما عندما نريد الذهاب لإحياء بعض الحفلات في بعض الملاهي الليلية كان هو يرفض بشدة، وكنت أذهب أنا ورفاقي الآخرون، فهو كان يؤدي صلاته في وقتها، وكان من أطيب خلق الله، ووفاته لحدود الآن لا تزال صدمة بالنسبة لي وشكلت لي خوفا كبيرا، وأشعر أن وفاته هي رسالة لي من الله لكي أبتعد عن هذا المجال المتعفن، ولهذا فأنا أعلن اعتزالي اليوم وبشكل رسمي المجال الفني أمام كل الجزائريين، وأطلب منهم أن يحذفوا جميع الأغاني الخاصة بي. ثم انصرف ماميدو وهو يبكي. وفي النهاية عزيزي المشاهد، إذا كنت سعيد باعتزال الشيخ ماميدو فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة.